لا إله إلا الله. احنا عاوزين نقول كلمتين بس. خالد الغندور سمعت له فيديو كده، عنده كمية حرجان من محمود كهربا ومن اتحاد الكورة ومن لجنة الانضباط ومن الدنيا كلها، بيتكلم بطريقة فظيعة. وانت يا عم خالد يا غندور يا غندوري، ايه اللي خلاكوا تنسحبوا؟ بيراميدز ادتكوا قلم وفي الاخر راحت لعبت الماتش. سبحان الله، بطولة جاية لبيراميدز ببلاش. والله 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 انا عندي احساس ان بيراميدز هتاخد البطولة دي. عندي احساس واحساس كبير كمان ان بيراميدز يوم الجمعة الجاية هتاخد البطولة دي وهتفوز على الاهلي. مش عارف ليه عندي احساس هتفوز على الاهلي 2-1 كمان وهتاخد اللقب. هتبقى اول بطولة ليه مجانا، اعتبر بطولة مجانا. هي ما كانش ليها في البطولة دي. بيراميدز ما كانش ليها في البطولة دي. دخلت كده جاية من طالعة من افريقيا، خسرانة من الفريق اللي هو جنوب افريقيا ده اللي محدش عارف اسمه ايه، اللي هو 16 في الدوري بتاعهم. وجاية يا دوبك وصلت بالليل قالوا الصبح انت هتسافري ولا المغرب هتسافري هتطلع ماتش الكاس. طيب يا عم الاتحاد انا عاوز جواب رسمي. حاضر، بعتوا لهم جواب رسمي، قال عشان ننقذ سمعة الاتحاد المصري والدوري المصري. يا سلام يا سلام عليك يا بيراميدز، يا سلام لما بتتكلمي كده بإقناع وتقنعي الاتحاد المصري وتقنعي الناس كلها. على حساب مين بقى يا حاج بيراميدز تقنعي؟ على حساب الزمالك، نادي المبادئ ونادي الأخلاق، نادي اللي هو لا أنا عاوز أجيب حقه وحق الأندية بتاعت الدوري كلها، مش في الكاس بس. نفسي أفهم ونفسي أعرفها دي، مش في الكاس بس. اوعى تعتذر عن الكاس، مش هقول لك تنسحب يا عم، اوعى تعتذر عن الكاس بس. طيب كهربا هيلعب في الدوري، هتعتذر؟ لو راجل اعتذر. كهربا هيلعب في كاس مصر، هتعتذر؟ يا اخي نفسي تعتذر، نفسي عشان تنزل درجة رابعة. تروحوا مع المظاليم، تخشوا مع المظاليم كده. اكبر خبور ادتهولك بيراميدز الخبور دي. لا احنا مع النادي الزمالك يا عم، بيراميدز كانت بتقول كده، احنا مع النادي الزمالك مش لاعبين الكاس ولا هنلعب ولا مش ما ملناش فيه، مش هنلعب. لان الاتحاد المصري لكرة القدم بيفرق من فريق لفريق، وبقول بدي كل الصلاحيات للنادي الاهلي واحنا ما بناخدش حاجه، يبقى كده ظلم. لا احنا لازم نعمل بقى وقفه، ولازم 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 وهري وبري. وفي الاخر راح ناتش زمالك خبور، الزمالك انسحبت، قال انا هدخل بطوله مجانا. ما يخشش ليه؟ هو اصلا طالع من الموسم بلا بطوله. الكاس مصر مع السلامه، الدوري كل سنه وانت طيب مش شايفه، يعني البطوله اللي هي اسمها الرابطه دي طلع، الكونفدراليه الافريقيه طلع، ما عادش فيه بطوله يلعبها تاني، ما عادش. لقي دي فرصه، قال فرصه. هو عمال يقول اللعيبه بتاعتي مجهده، اللعيبه بتاعتي مجهده. مش مشكله يا رجاله، اضغطوا على نفسكم يا رجاله، يا رمضان يا صبحي اضغط على نفسك عشان تاخد بطوله من قدام النادي الاهلي يا طموح. يا طموح اضحك، يعني اضغط على نفسك شوي. وحاول تبطل مجازفه مع محمد هاني ومع اسمه ايه ده، فهمت؟ بطل يا رمضان يا صبحي، العب الماتش بأدب واحترام وذوق، وخد اللقب يا عم على حساب النادي الاهلي علشان خاطر الزمالك. يا سلام بقى لو بيراميدز فازت بقى، مش هنخلص
والله ما هنخلص. شوفوا اهو، مش قلنا لكم يعني احنا هو احنا هنخاف من ايه؟ ده بيراميدز التاني في الدوري ولا التالت في الدوري، فاز على الاهلي. يعني احنا لو كنا رحنا كنا فزنا عادي، ما فيهاش اي مشكله، عادي عادي يا سيدي. بقالنا اسبوعين في الهري دون بتاعكم، والتصاريح تطلع وهنعتذر، والرجاله كلها وافقوا. خالد الغندور وافق على الاعتذار بتاع الماتش ورجع بقى دمه محروق. لا ازاي؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر والله. شوفوا دوروا على الفيديو بتاع خالد الغندور الاخير وشوفوا كمه الحقد وكمة النار اللي في قلبه. بص كهرباء عامل لهم كمة حرقان. شوف الواحد لما بيكون واكل 3-4 قرون شطة ولما ومش عارف، لا عارف يشرب مية ولا عارف يشرب له حتى ياخد معلقة زبادي، ولا عارف يشرب له كوباية لبن، يتبرد النار اللي في جوفه. لا مش قادر. هو كده، هم دول كده. يا ساتر يا رب، حاجة صعبة. الله أكبر، الله أكبر. على العموم أنا بقول لكم من هنا، بقول لكم البطولة دي بتاعت بيراميدز، لأنها جرايحة سهلة لي بتاعت بيراميدز، وهعرفكم يوم الجمعة، هتعرفوا. مع ألف سلامة.